السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشاق طيور الزينة في قناة نور علي، حياكم الله مع فيديو جديد، ولو تقريبا معاد الموضوع، لكن بعض الأخوة يقولون نزل لنا مقاطع حتى لو معادة، ونزلت لرغبة الأخوان. صحة الطيور سلامة جيدة. الأكل الصحي مثلا قبل لا تقدم لهم الزلاطة إذا هم متعلمين عليها، تشيل الأكل عنهم تقريبا 4 ساعات 5، يحسون بالجوع تقدم لهم. أنا عملت لهم كمية صغيرة من الزلاطة مكونة من الجزر والملفوف اللي هو الخس والبازاليا والذرة اللي احنا بالعراق نسميها العرنوس، وقطرت عليهم قطرات قليلة من الليمون. الثوم حطيت لهم نسبة قليلة حتى لو ما يأكلونه، بس يلمس منقارهم جسمهم هو صحي الثوم، فضروري تحط لهم هاي الذرة. يعني تطول عندهم 4 ساعات وتوخرها عنهم، خاصة بجو الصيف، جو الدول العربية حار، توخر عنهم. فهذا الأكل جدا صحي لهم. والطيور إذا يفرخون عندك وتخلي لهم هذا الأكل، حتى أفراخهم لا كبروا يتعلمون على الخضروات، لأن بعض المربين ما يعلمون طيورهم على الخضار، يعتمد بس على الحبوب والبذور ودوار الشمس. فالخضروات هي تطول بعمر الطير وتنطيه صحة قوية وتخليه نشيط، ضرورية. وراح أذكر بعض الأسباب اللي تؤدي لموت الطيور من خلال تجاربي، يعني أنا اللي عشتها وتجارب الأصدقاء اللي وياي أتواصل وياهم. أحد الأسباب خاصة بالدول العربية المروحة اللي هي البنكة. أنا من كان عمري يمكن 14 سنة كان عندي بلبل كلش معتز فيه، طار ضربة البنكة رأسا بلحظة مات. فالواحد يصير حذر ولا ينسى المروحة تشتغل ويطلع البلبل. هاي يمكن كلنا نعرف هالشغلة، بس الإنسان ينسى للتذكير. الشغلة الثانية، إذا أنت تشتري لك مثل كاسكو، مرة شخص اشترى مني كاسكو وأنا معودة يأكل الفواكه، وبنتهم الصغيرة شافته يحب العنب وكيفوا، جابوا له عنب كلش وايد يمكن 4 كيلو، وظلت تنطي يومين كله تنطي عنب تاي طق اسهال ومات. فيديروا بالكم لا تنطون خضروات وايد، إذا صاب اسهال توخرون عن الفواكه والماء. هاي مسألة جدا ضرورية. الببغاوات خاصة الكاسكو والكبار الأمازون يحب يستعمل منقاره، المنقار دائما يستعمله، كل شيء يستعمله منقار مثل القوارض هو. فديروا بالكم. أحد الأخوة يقول أنا قرض الواير مع الكهرباء ورأسا تكهرب ومات. تتحذرون من عند هاي الشغلة. إذا عندكم كاسكو كبير أو حتى هذا الكروان، إذا تشوفون واير مع الكهرباء تتحذرون منه توخرونه. وأيضا بسرعة يتلف الشاحن، الواير مع الشاحن الموبيل، ديروا بالكم لا تخلون يم الشاحن. أحد الأسباب الصمغ بالمسدس، إذا ظل يأكل فيه هم يسبب موته. إذا عندكم غرفة صغيرة وفيها طيور، البخور مو زين على الطيور، إذا يستنشق البخور بكمية كثيرة أيضا يسبب الموت. إذا طير تخلونه فترة طويلة بالمطبخ مو زين، بالمطبخ أو بغرفة النوم. بالمطبخ راح يستنشق المواد التنظيف وسوائل التنظيف والبخار، يسبب له أمراض بالجهاز التنفسي، يموت أيضا. إذا تخلي بغرفة النوم مو صحي عليك، بغرفة النوم تخلي الطيور، مرور الوقت راح يسبب لك أمراض بالرئة، واحتمال يسبب لك الربو الطيور، خاصة إذا صارت طيور عدد كثير وتخليها بغرفة النوم مو زين. للأطفال أيضا مو زين الطيور تخليها بغرفة النوم، أحسن شيء تخليها بمكان مفتوح وتهتم بالنظافة. هاي أمور ضرورية ونصائح مهمة بالنسبة للطيور وسلامة الطيور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.